يا ترى بقى مين فيكم زي حالاتي كده بيستنى الصيف يجي علشان خاطر الفاكهة بتاعته بس؟ أنا يا جماعة باستنى الصيف يجي بس علشان الفاكهة، وخصوصًا بقى التفاح البلدي، مش عارفة حد زيي كده والّا أنا لوحدي بس؟ أنا باستنى الصيف يجي علشان التفاح البلدي، أنا من عشاق التفاح البلدي يا جماعة، ما باحبش التفاح التاني أبدًا، مش عارفة بقى لو في حد زيي كده اكتبوا لي في التعليقات. هنحتاج بقى لأي فاكهة موجودة عندنا في البيت، طبعًا أنتم مش مرتبطين باللي أنا حاطاه ده خالص، أي نوعين 3 موجودين عندكم اشتغلوا بيهم. يعني لو عندِك موز مع تفاح مع مشمش، لو عندِك بطيخ مع عنب مع كانتالوب، أي نوعين 3. أنا كان عندي شوية فاكهة كويسين كده زي ما أنتم شايفين، كان عندي برقوق وكان عندي عنب وكان عندي موز، كان عندي كمان شهد أخدت منه قطعة، قطّعت العنب كده الأنصاف لإنه كان كبير شوية، لو العنب عندكم حبّه صغير سيبوه زي ما هو. هنقطّع بقى الفاكهة بتاعتنا كلّها زي ما أنتم شايفين لقطع صغيرة كإننا بنعمل سلطة فاكهة بالضبط. حطيت بقى الفاكهة عندي كلها في طبق كده ونزلت عليهم بربع كوباية من العسل الأبيض، ممكن تستبدلوا العسل بسكر وممكن تستغنوا عن الخطوة دي خالص. هنديلهم طبعا تقليبة حلوة كده مع بعض، وهنجيب ووك نحط فيه 4 معالق كبيرة من الجيلاتين البودرة، وهنضيف عليهم نص كوباية مية مغلية. هنقلب بقى الجيلاتين كويس مع المية لحد لما الجيلاتين يدوب عندنا تماما وما يكونش فيه اي تكتلات صغيرة. بعد كده هننزل عليهم ب3 كوبايات كبار من الحليب، وطبعا استخدموا حليب بقى معلب او حليب فلاحي براحتكم خالص، انا مستخدمة حليب كامل الدسم. هنقلبهم مع بعض كويس، وطبعا التحلية براحتنا، انا حطيت بالظبط كوباية الا ربع من السكر، ممكن تقللوا او تزودوا. زودت عليهم كمان معلقة من الفانيليا السايلة و3 معالق كبار من القشطة. لو مش موجود عندكم قشطة استغنوا عن الخطوة دي خالص. نزلت عليهم كمان بمكعبين 3 من الشوكولاتة البيضاء، وبرده دي خطوة اختيارية، ممكن نكتفي بس بالحليب والسكر والفانيليا. هنرفعهم بقى على النار مع بعض لحد الغليان، وبعد كده هناخدهم ونصفيهم علشان لو في اي تكتلات صغيره في الجيلاتين ما تعديش معانا من المصفى. طبعا بقى عارفه ان في ناس كتير هتقول لي يا مروه الجيلاتين ده مش حلال، هقول لكم لا يا جماعه، الجيلاتين ده نباتي حلال، هتجيبوه من عند عطار مضمون او من عند حد بيبيع مستلزمات حلويات، تكونوا ضامنينه كده، تقولوا له احنا عايزين جيلاتين حلال، موجود عند كل العطارين. هنجيب بقى الكوبايات الشفافة دي، ومش لازم الكوبايات دي برضو خالص، دي بس طريقة جديدة للتقديم. لو موجود عندكم بولات أو صينية كبيرة أو قالب من بتاع الكيك، هندهن بقى الكوبايات بتاعتنا أو البولات أو القالب، أي حاجة هنعمل فيها هنمسحها بمسحة زيت بسيطة خالص كده قبل ما نحط فيها الفاكهة. بعد كده هنحط الفاكهة، وهننزل بقى على الفاكهة بتاعتنا بخليط الحليب، بس هنستنى عليه لحد لما يبرد شوية، مش هنسيبه لحد لما يبرد خالص لأن الجيلاتين بيمسك بسرعة، احنا بس هنسيبه ياخد حرارة المطبخ كده او يكون دافي زي الرضعة بتاعة البيبي كده. وطبعا زي ما انتم شايفين معايا كده لازم الحليب يكون مغطي الفاكهة تماما. تقدروا تعملوها برضو في صينية الكب كيك، او لو عندكم القوالب السيليكون بتاعة الكب كيك، اي حاجة موجودة عندكم في البيت هنمسحها مسحة زيت بسيطة وهنشتغل فيها. هندخلهم بقى التلاجة ساعتين، ولو مستعجلين خدوهم على الفريزر ساعة واحدة بس. طبعا انا كنت مستعجلة زي ما انتم عارفين، كالعادة كده بكون مستعجلة علشان اخلص الفيديو، دخلتهم الفريزر ساعة واحدة بس. بعد ما خرجتهم من الفريزر ببدأ بقى اسلك الكوبايات كده، بضغط عليها ضغطة بسيطة من بره وبقلبها، بتتقلب معايا بالجمال ده. اظن بقى يا جماعة مفيش اسهل ولا ابسط ولا اجمل من كده، وصفة سهلة وسريعة وبسيطة بتتحضر كلها على بعضها في 10 دقايق يا دوب، بس كل الوقت اللي احنا هناخده هو تقطيع الفاكهة وبس كده بقى بتطلع بالجمال ده. قدموها كده كل واحد ياخد الكوبايه بتاعته، حلوه جدا ومنعشه في الجو الحر اللي احنا فيه ده. وطبعا زي ما قلت لكم كده تقدروا تعملوها في اي حاجه موجوده عندكم، سواء بقى صواني الكب كيك او بولات صغيره او صينيه كبيره او قالب كيك، الموجود عندكم استخدموه. وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده كده وزي كل يوم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو عجبكم تعملوا ايه، تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.